في سلسلة انا عايزة ابقى مدرسة او عايزة اعتمد على نفسي في تأسيس طفلي. اتكلمنا عن مرحلة ما قبل الكتابة، وقلنا عن اهمية مرحلة تنمية المهارات وشغلي مع الطفل قد ايه بيأثر معاه. طيب انا اشتغلت تنمية مهارات وهو تمام واخد شغل كتير وعرف معلومات كتير وفعلا بقى الموضوع ايجابي ليه. عايزة اشتغل على الحروف، عايزة ابتدي مع طفلي اشتغل ازاي. هنشتغل على اخطاء تبعدي عنها ما تكرريهاش، وهنشتغل على خطوات ايجابية امشي فيها علشان تحققي نتيجة كويسة. طبعا الاخطاء اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت وبنعيدها تاني، ما تمسكيش ايد طفلك، دي اول حاجة احنا اتكلمنا فيها. طيب تاني خطأ اللي انا بتكلم فيه، ما نربطش الحرف بالكلمة الدالة عليه. يعني انا اول حاجة هبتدي بيها مع طفلي ايه؟ حرف الالف. طيب انا هبتدي معاه اديله حرف الالف، الف اسد، الف ارنب. خطأ كبير جدا جدا. انا مش هربط الحرف اللي انا مدياله جديد بالكلمة الدالة عليه، انا بقول انه موجود في اسم الاسد، موجود في اسم الارنب، وبعمله دايرة كده بلون مختلف عشان اميزه. ولو هو الطفل نفسه مثلا اسمه احمد، اسمه امجد، بقول له برضو ان موجود في اسمك او اسم بابا لو موجود. يبقى انا اول خطأ هبعد عنه، مش همسك ايد طفلي، مش هربط بين الحرف والكلمة الدالة عليه في النطق واخليه يعملها اغنية. طيب ما امسكش ايد الطفل، انا خدت حرف الالف، انا يعني حرف واحد بس، هدي الب ولا ادي تدريبات ولا اعمل ايه؟ هندي تدريبات. طبعا هي بسيطة قوي لانه حرف واحد اللي اخده، بس برضو تدريبات مهمة. زي ما اقول مثلا اكتب الحرف الدال على الصورة وارسم له اسد. طبعا يعني الرسم مش احسن حاجة يا جماعة، بس بنحاول نجتهد علشان نربط بين الحرف والكلمة الدالة عليه او نوصلهم ببعض، وساعتها هيكتب هو الحرف وهيربط ان حرف الالف موجود في اسم الاسد زي ما اتعلمنا باللفظ ده. طيب في حاجة كمان، فئة من الاطفال مش كلها بتعمل الهمزة كده الناحية التانية، فانا عشان كده لازم اخلي بالي اني هعمل تدريب اسمه ايه؟ ضع دائرة حول حرف الالف الصحيح، عشان اعلمه ان الالف اللي مكتوب كده والالف اللي مكتوب كده والالف اللي مكتوب كده، مين في دول الف صحيح؟ ده لا، انا قلت الهمزة ما بتلزقش في الواحد، ده لا، الهمزة ما تبصش الناحية دي، ده صح، عشان هنا الهمزة مش ماسكة في الواحد. طب وده واحد مش الف مفهوش همزة. طب وده الهمزة تحتيه الالف، ده صح، بس انا خليت الهمزة تبص الناحية التانية، اصبح غلط. يبقى الحتة دي بأكد فيها لو طفلي عنده قصور. طب انا بكتبه حلو وما بيتلخبطش، نأكد برضو بالتدريب ده، يحط دايرة حوالين الالف الصحيح، يربط بين الالف والكلمة الدالة عليه عن طريق الصل، يتملاه يكتبه لوحده. خلص الالف هندخل على الب، لما ادي شوية تدريبات بسيطة زي دي تأكد عليه، مش همسك ايد طفلي. الخطوات الإيجابية هي ايه؟ اني ادي تدريبات كتير علشان اثبت الحرف عن طريق القراءة والكتابة، مش مجرد الترديد والعواميد فقط. هنمشي بالطريقة دي مع الحروف وهنقول تدريبات تاني كتير، انتظرونا.